مساء الخير. أنا عندي استفسار لموقف محرج جدا مش عارف أعمل فيه إيه، ويا ريت تردوا عليا فيه. أنا شاب عندي 28 سنة، خطبت في العيد. طب يا سيدي ألف مليون مبروك. واحدة كويسة جدا، أبوها متوفي الله يرحمه، وأمها بتشتغل وليها أخ صغير في إعدادية. هم ناس كويسين جدا ومحترمين وكل حاجة، بس أنا اللي عاوز أسأل فيه. أنا بروح مرتين في الأسبوع، كتير يعني، كفاية مرة في الأسبوع، مرتين ليه؟ مرة بالليل عشان أمها تكون رجعت من الشغل، والمرة التانية يوم الجمعة علشان أجازتها. فبروح عادي بعد العصر، وكل مرة بيحطوا أكل، والأكل تقريبا من أول يوم وراك وراك فراخ مع رز ومشتقاته. كتر ألف خير الناس والله بصراحة يعني. أو بانيه ومكرونة، ومش بيعملوا حاجة تانية. انت عايز حاجة تانية أكتر من كده؟ ومش بيعملوا حاجة تانية، وهي مش بتزهق منه، من الأكل يعني. فين وأنا زهقت من نوع الأكل ده. طب لما انت زهقت حبيبي ما تجيب اكل معاك، ايه المشكلة يعني؟ هاتلك فرختين مشويين، كيلو كفتة، خش بيهم على خطيبتك. ايه المشكلة في كده يعني؟ لما انت زهقت من الاكل اللي عندهم، كتر خير الناس اساسا. والموضوع ده مضايقني جدا ومحرج اتكلم فيه. انت كمان عايز تتكلم في الموضوع ده؟ ايه عايز تقول لها ايه؟ عايز تقول لها هاتيلي ديك رومي بدل الفراخ، ولا هاتيلي سي فود بدل المكرونة والبانيه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا عارف الموضوع ممكن يكون تافه جدا طبعا بالنسبة لكم، بس انا مش عاوز اقفل من ناحية المروح هناك. او انت عشان مش بيحطوا لك اكل كويس فانت مش عايز تروح هناك، هتقفل بقى من المروح هناك؟ ايه ده؟ هو في رجالة كده؟ وكده التواصل بينا هيقل، وممكن يؤدي لفسخ الخطوبة لا قدر الله. يا ريت والله تتفسخ، والله يا ريت يا اخويا، والله هتريح قوي، المكسب للبنت اصلا يعني، مكسب ليها ان هي تفسخ الخطوبة. فكل الموضوع ان انا بعت سؤالي علشان انا مش عاوز اوصل للمرحله دي. فهل ممكن اعرف مامتها عشان تعمل اكل جديد؟ اقول لها ايه والموضوع ما يكونش فيه احراج يعني؟ فقولوا لي من خبرتكم في المواضيع دي اتصرف ازاي. والله انا عايزه اتواصل مع خطيبتك عشان اقول لها هي تتصرف ازاي علشان تسيبك. حرفيا هي البنت هتكسب جدا لو سابتك بجد. حرام عليك يا اخي، اتقي الله. يعني الست جوزها متوفي، وبتجهز بنتها، وعندها ابنها بيتعلم، وبتصرف على البيت، ومفيش اي دخل تاني، وكل ما بتروح بيحطوا لك طفح تاكل. وكمان مش عاجبك؟ لا، ومش اي طفح يعني، ده فراخ، ده كل مره بتاكل فراخ. يعني كل اسبوع بتاكل فراخ، ده في ناس بتقعد بشهور ما بتاكلش فراخ. فما تحمد ربنا وتقول الحمد لله. انت المفروض اصلا يعني ما تبقاش عبء عليهم، بالعكس انت المفروض تقلل الحمل ده شويه. تروح مثلا مره في الاسبوع، مثلا بشويه فاكهه. مثلا تعالوا ناكل بره مثلا مره كده في الشهر، تكون قابض ولا حاجه. ان شاء الله يا سيدي تقعدوا على عربيه كبده تاكلوا، في سبيل ان البنت تحس ان انت قلبك عليهم شويه. لكن انت مش عبء عليهم يعني. الست كمان هتشيل حمل ان تطفحك كل اسبوع. حرام عليك، حرام عليك يا جماعه، لازم نقف جنب بعض شويه. مش كده يعني؟ هو مش معنى ان الواحد خطب يبقى يفضل رايح جاي كده على خطيبته اكل وشرب وخلاص، لا. يعني انت رايح عشان تتعرفوا على بعض وتدرسوا طباع بعض، مش عشان تروح تاكل وتشرب. يعني المفروض حتى ذوقيا منك لما تقول لك تعالى كل، قول لها لا معلش انا متغدي ولا اي حاجه. ما تبقاش حمل كبير عليهم، ما تبقاش عبء كده يعني. خفه عوم. انا مش عارفه ايه الرجاله دي، حاجه بصراحه يعني، حاجه ديرتي على الاخر والله. يا ريت نراعي ظروف بعض شويه، مش كده؟ سلام عليكم، اشوفكم الحلقه الجايه.